بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل بقى ايه النهاردة؟ هنعمل رولات الورد، سر الخبازين في عمل الرولز. عجينة هتفضل طرية الأسبوع وجاهزة في دقايق. أول حاجة هنا جبت كوبايتين كده إلا ربع من اللبن ويكون دافي، وحطيت عليهم 3 معالق صغيرة كده من الخميرة ونص كوباية من السكر، وهنقلبهم كده كويس وهسيبهم في جنب. أول لما كده ما يطلعوا فقاعات وأول لما يخمروا هنزل عليهم ب2 بيضة. البيضتين كنت سايباهم برا كده ايه من بدري شوية عشان يبقوا في حرارة الغرفة ميبقوش ساقعين. تمام، حطيت ال2 بيضة، حطيت عليهم 3 معالق كبيرة كده من الزيت ومعلقة كبيرة كده ايه خل عشان الزفارة. بعد كده همسكهم بقى اضربهم كويس قوي، وبعد ما اضربهم هنحط عليهم 5 كوبايات ونص دقيق. هحط ال5 كوبايات ونص بس، يعني هحط كوباية واقلب وبعدين احط كوباية واقلب وهكذا لغاية اما اخلص كمية الدقيق. وهحط كمان ربع معلقة كده صغيرة ايه ملح، اللي هي رشة ملح يعني، بس انا كنت نسيت احطها كده مع الدقيق فحطيتها في الاخر. تمام، بعد كده بقى همسكها بقى اعجنها بقى عجن كويس قوي، وبعد ما اعجنها هقوم راح الاقيها اتلمت خلاص معايا. هي هتبقى ملزقة شوية، حاولي يعني على قد ما تقدري سيبيها طرية، سيبيها بتلزق شوية عشان تبقى طرية معانا قوي. اول لما الاقيها خلاص كده اتلمت بقوم رايحة حاطلها قطعتين كده من الزبدة، واقوم رايحة ماسكة برضو الزبدة عجناها بيها. وبعد ما تتلم امسكها بقى عجنها بقى عجن جامد، يعني اعمل لها اختبار البريوش ده اللي هو امسك قطعة منها افردها فرد كده بالراحة كده للاخر، تحس ان هي بتتمط، تحس انها مش هتتقطع بسرعة. انا عملتها اول مرة اتقطعت بسرعة، عجنت تاني كده حبة كتار. بعد كده لغاية بقى ايه اما ما اتقطعتش بقى معايا بسرعة. خلاص عملت لها الاختبار وبقت كويسة. بقوم جايبة بقى طبق حاطة فيه رشة زيت وحطها عليها كيس واسيبها بقى تخمر كده خالص زي ما انتوا شايفين كده بقت الضعف. اقوم رايحة مفرغة الهوا منها ومطلعها بقى كده عشان نبدأ نعمل الاشكال بتاعتها. هقسم بقى العجينة بتاعتي ل8 قطع، واخد كل قطعة كده اعملها كورة وهحطهم بقى كده جنب بعض، واحط عليهم كده كيس واسيبهم كده حوالي ربع ساعة يرتاحوا. يعني ما بين كل حركة وحركة تسيبي العجينة ترتاح معاكي، هتلاقيها بتتفرد بقى بسهولة لما نيجي نعمل. حطيت عليها كده كيس وسبتها ترتاح ربع ساعة، وبعد كده بقى ببدأ بقى اجيب بقى رشة دقيق وافرد بقى كده اول واحدة. استخدمي بقى الدقيق جنبك كده كل رشة كده عشان ايه متلزقش منها. هبدأ افردها حلوة قوي، يعني ما تخليهاش اللي هي رفيعة قوي ولا تخينة، يعني قبل رفيعة بشوية. وجبت بقى هنا عندك قطاعة اللي هي بتاعة الدوناتس، ماشي عندك شوفي القطاعة اللي عندك اللي تنفع. انا لقيت حجم هنا كوباية، بق الكوباية هنا هو الحجم المناسب عندي فاستخدمته. مثلا اخدت مثلا عملت 4 أو 5 دواير. هنا اول وردة دي عملتها 5 دواير، وهحط كل دايرة في نص التانية، يعني لما اعمل دايرة كده احطها في نص التانية وهكذا. واقوم رايحة حاطة ايديا كده عليهم مبططاهم تبطيب مش جامد، يعني نص نص. واقوم رايحة ايه لفاها رول، وبعد ما الفها بتتعمل بقى وردة، بقوم رايحة اقسمها نصين بتبقى وردتين واحطها في الصينية. وهكذا بقى هعمل معاكم كذا واحدة كده عشان تعرفوا الوردة اتعملت ازاي. بفردها حلو، بقطع دواير، بجيب الدايرة احطها على نص الدايرة التانية، وبعد ما اخلص يعني 4 مثلا دواير كده او 5 اقوم رايحة ايه لفاها من اخر واحدة انا عملتها كده، واقوم اقسمها بالنص بالسكينة تتعمل معايا وردتين. وانتي بتعملي بقى الوردة كده تحاولي الورق بتاعها تفرديه شوية، عشان طبعا لما هنسيبها تخمر كمان هتلاقي اتكمشت على بعضها، فعشان الوردة تفضل معانا باينة. او قسمتها نصين، بحاول افرد الورق بتاعها واحطها في الصينية، وهكذا لغاية ما اخلص الكمية. والعجين اللي بيطلع مني برجع المه تاني وارجع افردها تاني لغاية ما خلصت كل الكمية. بجيب طبعا صفار بيضة ومعلقتين كده لبن، وكمان عليهم كده نقطتين من الخل عشان الزفارة، واقلبهم وادهن بيها بقى ايه الوردة بتاعنا العسل ده، وادخله بقى الفرن
على درجة حرارة 190 ويكون الفرن سخن كده من قبلها، وأحطه في النص وأتابع طبعا إن هو يتحمر بسرعة. البيض بيخليها تتحمر بسرعة، مش هتطول معاكي في الفرن. هدهنها كده كويس عشان اللون يبقى واخد البتاع كلها زي ما انتوا شايفين، طلعت تحفة جميلة قوي. طبعا هقوم رايحة كده لسه طافة، اقوم رايحة بقى مغطيها مثلا بفوطة، غطيها بورق فويل كده وتسيبيها بقى لما تبرد خالص. بردت بقى خالص، هبدأ بقى ان انا ارصها كده في الطبق، رشة سكر بودر لو حابة يعني، بس هي طبعا بتخليها جميلة. واحنا ضايفين اكتر في العجينة سكر اكتر، فانت لو عايزاها حادقة ممكن تقللي السكر وتحشيها اي حشوة او تحطي عليها اي حاجة انت عاوزاها. بس كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وفي اخر الكلام اقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. متنسوناش من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.